هل قامت للأكراد دولة على مر العصور؟ وهل يعلم الشرفاء الأكراد أنهم جزء من النسيج الاجتماعي الذي انصهروا فيه؟ وهل يعلم أكراد اليوم أن لهم تاريخا مشتركا مع أهلهم في سوريا أهل السنة والجماعة؟ وهل يعلم الأكراد أن عزتهم لن تتحقق إلا بعزة أهلهم في سوريا أهل السنة والجماعة؟ وهل يعلم الأكراد أن إقليم كردستان لن يتوحد وأن الغرب ألد أعدائهم ولن يسمحوا لهم بإقامة دولتهم كما يحلمون؟ وهل إلى أين؟ إلى أين أنتم ماضون؟ هل يعلم الأكراد أين تستدرجهم أحزابهم المتعصبة؟ وهل هم مضطرون لدفع أثمان باهظة لتحقيق مخططات أعدائهم؟ وهل الأكراد فعلا قادرون أن يقفوا بوجه من يتاجر بدماء أبنائهم مقابل حفنة من الدولارات ومناصب زائفة؟ قيامة وطن لديها بعض الأجوبة عن هذه الأسئلة أو معظمها، فليدرس الأكراد تاريخهم ويقرأوا حاضرهم ليحسنوا رسم مستقبلهم قبل أن يضع المحظور وتنتظرنا وإياهم القبور ويغمر أعداؤنا الحبور. قد يجهل الكثيرين تاريخ الأكراد وكيف كان إقليم كردستان عبر الأحقاب التاريخية وماذا كان يمثل في ظل الدولة الإسلامية. كردستان ذلك الإقليم الذي يمتد شمال سوريا والعراق والقسم المجاور لهما من تركيا. إنه يضم عدة مدن رئيسية مثل ديار بكر وبدليس وأرزن وكركوك وأردبيل. لقد كان هذا الإقليم خلال الحكم الإسلامي جزءا لا يتجزأ من الخلافة الإسلامية المترامية، وكان الأكراد فيها لا يشعرون بأي اغتراب أو تميز أو رغبة بالاستقلال، وكان اندماج الأكراد مع العرب اندماجا كاملا لهم ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات. بل وأكثر من هذا، فقد تصدرت شخصيات كردية واجهة الدفاع والزود عن الأمة العربية الإسلامية بوجه الغزوات الخارجية، وكان الأكراد على نهج النبوة من أهل السنة والجماعة ومن المذهب الشافعي بالتحديد. فمن منا يستطيع إنكار أو نسيان صلاح الدين الأيوبي الذي شكل اسمه وأصوله وفروعه حقبة إسلامية مشرقة ومشرفة، هذا من الجانب الجهادي ومقاليد الحكم. أما من الجانب الديني والتشريعي، فمن يستطيع إنكار ابن تيمية الذي شكلت كتبه ومؤلفاته أمهات الكتب في البحث الشرعي، وقد برزت شخصيات عديدة امتزج اسمها بالتاريخ الإسلامي المشرق وكانت كردية الأصل والمنبت. فنحن أخوتنا أكراد مثل جابان أبو ميمون الذي عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن خلكان وكان قاضيا ومؤرخا وأديبا، وسعيد النورسي الذي عرف باسم بديع الزمان النورسي، وهذا عالم وفقيه وابن الأثير المؤرخ الإسلامي الذي غدا اسمه علما، والدينوري أبو حنيفة أحمد بن داود أول باحث في علم النبات والأصناف وعلوم الفلك، وإسماعيل بن علثي أبا الفداء وهو من سلالة صلاح الدين الأيوبي، وابن فضلان أهم الرحالة المسلمين، وابن شداد مؤرخ وسياسي كردي، وعبد الرحمن الكواكبي وغيرهم من رجال الأكراد البارزين أخوتنا في الدم والعقيدة الذين لم يعرفوا بانتمائهم العرقي بل أنهم عرفوا بانتمائهم الديني. فهل يحلم الأكراد بحقوق أكثر مما حصلوا عليها من خلال اندماجهم بالعرب واندماجهم بالعقيدة والدين؟ ألم يستمر إبراهيم باشا بفتوحاته شمالا حتى قمم جبال طوروس ليضم كامل الإقليم الكردي؟ بعد كل ما سبق يتبادر للذهن أسئلة هامة تحتاج للبيان والتوضيح.
ما الذي حدث بعد الحكم الإسلامي ليتحول الأكراد إلى هذا المكون الذي يشعر بغربته ونفوره من المجتمع المحيط به؟ ولماذا بدأت أفكار الاستقلالية بالحكم والرغبة بتشكيل دولة مستقلة؟ الجواب: هنا في قيامة وطن. إنه بعهد الشاه إسماعيل الصفوي اضطهد الأكراد واستبيحت كرامتهم، حيث سيطر الشاه على إقليم كردستان، فما كان من السلطان العثماني سليمان القانوني إلا أن تواصل مع شخصيات كردية بارزة يحرضهم للخلاص من السلطة الصفوية، وندب لهذه المهمة الشيخ إدريس البدليسي. وبعدها اندلعت المعارك بين العثمانيين والصفويين، والتي انتهت باتفاقية جالدرين عام 1514 لتقسيم كردستان بين الصفويين والعثمانيين. بعدها أتت اتفاقية عام 1515 بين الأكراد والعثمانيين التي تنص على الحماية والتبعية والولاء والدعاء للسلطان ودفع الرسوم، إلى عام 1555 اتفاقية أماسيا، واتفاقية 1639 حيث تم تقسيم وترسيم الحدود بين الصفويين والعثمانيين. وتلاها معاهدات أردروم الأولى عام 1823 والثانية عام 1847 ومعاهدة طهران عام 1911 والأستانة عام 1913. هذه الاتفاقيات الكثيرة وبعدها وما خالط الأكراد من شعور بالقهر والاضطهاد والتملل ورغبة بالتحرر والاستقلال، فتح المجال للدول الغربية ودول أخرى للتدخل في طريق البعثات التبشيرية والمراسلات السرية مع الأكراد لدفعهم للخروج عن السلطة العثمانية. وأهم هذه الدول روسيا، بريطانيا، فرنسا، أمريكا بالمرحلة الأخيرة. فحدثت بعض الحركات والمحاولات الجادة لتأسيس دولة، وبرز قادة مثل سعيد بيران لتأسيس حركة مسلحة وأسموها بالمطرقة الكردية. أما عن قاضي محمد الذي كان أول رئيس دولة وعلى أثر المجابهة القوية للدولة العثمانية للقضاء على محاولات الانفصال وخيانة روسيا وبريطانيا وفرنسا لعهودهم مع الأكراد، كما خانوا العرب بالفترة ذاتها، فكان وعد بلفور خيانة للعرب، وسايكس بيكو خيانة للأكراد والعرب، حيث حطمت اتفاقية سايكس بيكو كل أحلام الأكراد بإنشاء دولة مستقلة لهم. لكن حلم الأكراد ونزعتهم للتحرر نمت وتعاظمت، وأصبحت الرغبة بالانسلاخ عن العروبة يغزها الزعماء الذين يعرفون من قبل غيرهم بأن مصلحة الأكراد مع العرب، ولم ينعموا بالاستقرار إلا عندما كانت الدولة الإسلامية العربية راسخة وقوية، وأن قادتهم يدركون أن أمريكا وروسيا وفرنسا وبريطانيا سيغدرون بهم عند أول مفترق طرق، وأنهم سيستعملونهم لمصالحهم فقط. فهل أدركت أيها الكردي، أيها الأخ، أين أنت وأين مصلحتك، وإلى أي منقلب جديد يستدرجونك بعدما يعشقون الزعامة والتسيد؟ يا أكراد سوريا، إن العرب والكرد كالثوب الواحد يغطي البدن ذاته رغم تشعبه، فاستفيقوا واصحوا من كبوتكم والفزوا أولئك العابثين بدمائكم وتاريخكم. وأنت يا من رضيت أن تكون ألعوبة بيد الغرب وتقود أهلك للتهلكة، ثب لرجلك، تذكر قادة الكرد العظماء، فمهما ارتفعت لن تصل لأكعاب أقدامهم. شمخوا بالعروبة وشمخت بهم، لن يعطيك الغرب أكثر مما يعطونه العرب والمسلمون. والتاريخ أثبت أن الأقليات لا تنعم بالأمان والطمأنينة إلا عندما كان أهل السنة العرب بخير وأمان وطمأنينة. إن ثقافتنا مشترك وتاريخنا مشترك، لا تجعل الدماء والأرواح تقف حاجزا أمام تقاربنا والتحامنا، وسيسجل التاريخ لكم ما تفعلون، كما سجل أسماء عظمائكم، فتخيروا أي المراتب تختارون. كيف تناصرون الخونة والغدارين وتنصبون العداء لمن يجمعكم بهم تاريخ مشترك، تاريخ عريق منذ أمد العصور؟ بل كيف تناصرون من أجرم بحقكم مرتين بالتاريخ القريب،
وحرمكم من أبسط الحقوق المدنية والإنسانية. هل ستكتب أسماؤكم في صفحات العظماء الخالدين أم سترمون بمكبات التاريخ ونفاياته؟ هذا قراركم، وهذه هي قيامة الوطن.